النهارده هقول لكم على احسن واوحش ميك اب انا جربته لدلوقتي. الهايلايتر ده من شي جلام، هو بيبقى لونه ابيض كده، بس لما بيتحط بيجيب الوان كتير. جايزة احسن هايلايتر بالنسبة لي لويت اند وايلد. اول هايلايتر جبته، احلى هايلايتر جبته، وكل اللي فات ده كان بعده، وفي الاخر برجع استخدمه. هو كونتور شي جلام، هو حلو مش وحش، بس اللون اللي انا جايباه مش احسن حاجه. ولكن كونتور فوريفر 52 هو احلى كونتور استخدمه. الباودر انا هرتبها من الاسوأ للاحسن، بس هم كلهم كويسين، فاهمين قصدي؟ يعني لو هختار واحده بس فهختار ايرسبون علشان هي فعلا احسن واحده. فور ديلي يوز بقى حبيت فيت مي اكتر ككونسيلر. يعني الكحل الاسود ده بحبه قوي من ريميل لندن، والابيض من اماندا. الماسكارا بقى دي كانت عندي من ميبيلين، بصراحه حلوه، بس عشان مش بحب اكرر فجبت دي من اسنس وحلوه جدا. ولو الماسكارا عملت زياده كده في الرموش، فالتول دي من شي ان بتشيل الزياده وحلوه قوي. وده من ال اي جيرل بيملى الفراغات، حلو جدا. البراو سوب دي من تريس بحبها. البراو جيل ده بقى من لاكي تقريبا لو بنطق الاسم صح. انا مش فاهمه يعني ليه بيكون في شعر كتير كده، فهل هو بيوقع الشعر؟ مش عارفه، مع اني كنت حابه فكره الجل اكتر من الصابونه. نرتب الميك اب براشز بقى من الاحسن للاوحش. اول حاجه دي احلى حاجه، ريل تكنيك تقريبا. تاني حاجه جيسب، هي حلوه بس ضايقني قوي ان هي اتكسرت ان انا بغسلها. اخر نوع مش فاكره اسمه بصراحه، بس برضو بدا يفك. اخر حاجه بقى في الفيديو الباودر باف دي من شي ان، حلوه جدا وناعمه قوي. دي كل حاجه تقريبا ورايي فيها، وبس كده.